لدول الخليج العربية. السيد الرئيس، نود في هذا البيان التطرق إلى إحدى المسائل المطروحة للنظر أمام اللجنة، وهي قضية الصحراء المغربية، حيث نرغب بالتأكيد على موقف دولة قطر من هذه المسألة، الموقف الذي ينطلق من إيمان دولة قطر بتسوية الخلافات والمنازعات بالحوار والسبل السلمية، وتدعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثها الشخصي السيد ستيفن دي مستورة الرامية إلى تيسير التوصل إلى حل سياسي دائم ومتوافق عليه في إطار العملية السياسية بإشراف الأمم المتحدة، وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وآخرها القرار 2654 لعام 2022، وبما يضمن سيادة المملكة المغربية الشقيقة. وتعتبر دولة قطر أن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب هي مبادرة بناءة كأساس لأي حل واقع لهذه القضية، وكما ترحب بالجهود التي يقوم بها المغرب للنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الصحراء المغربية، ونتطلع إلى نجاح العملية السياسية والتوصل إلى حل نهائي على نحو يخدم مصلحة كافة الأطراف ويصب في صالح تعزيز الأمن والاستقرار والتعاون في المنطقة. وشكرا لكم.